خلينا بقى نشوف ونتابع الهجمه لفريق الشرقيه. ادي طارق هو جول، جوه جول لفريق الشرقيه، جوه جول لفريق الشرقيه في الدقيقه 19. نحمد ربنا طبعا على الفوز، بنحمد ربنا على الفوز والحمد لله قدرنا نكسب بعد 3 سنين والله ما بنكسبهمش، فاحنا بنحمد ربنا. كنا رجاله النهارده، كانت فرقه الشرقيه رجاله وفرقه السويس طبعا فرقه كبيره، احنا بنحمد ربنا وطبعا قدرنا ننفذ تعليمات الجهاز الفني والحمد لله. انا بحمد ربنا على الهدف وبقول الحمد لله، يعني ان شاء الله اللي جاي احسن. الحمد لله على الاداء، نستاهل المكسب الحمد لله ربنا. الماتش اللي فات شايفين الفرص اللي بتضيع عامله ازاي، ربنا كان شايلنا حاجه في الماتش ده والحمد لله على اداء النهارده. كنا مقسمين الماتش، الشوط الاول خدنا اللي احنا عايزينه، والشوط الثاني بدانا نهدى ونقف على الكوره. تعليمات الجهاز الفني اشتغلنا عليها كويس، والتغييرات اللي نزلت اضافه للفرقه. الحمد لله الحمد لله على المكسب، وان شاء الله اللي جاي باذن الله ماتش هنحطنا في وضعنا الطبيعي باذن الله ونصعد الفريق باذن الله ونصعد الممتاز. الحمد لله رب العالمين. ماتش النهارده كان مهم جدا جدا بالنسبه لينا. احنا الماتش اللي فات عملنا ماتش كويس جدا وكان توفيق ما حلفناش، لكن الحمد لله ربنا عوضنا النهارده، وانا بعتبر المكسب دوت اهم مكسب لينا خلال الماتشات اللي فاتت كلها. وان شاء الله الماتشات اللي جايه يبقى ان شاء الله انتصارات ونتقدم ونوصل المركز الاول ان شاء الله ونصعد ترقي ونقدر ممتاز عشان نفرح كل جماهير الشرقيه. الله يبارك في جمهور النادي الشرقيه 9 مليون. احنا اهم حاجه نفرح الشعب دوت، الشعب دوت بيقف معانا هناك في الشرقيه ومجلس الاداره والجهاز الفني وكله، يعني الحمد لله. بنقول الحمد لله، احنا لعبنا فرقه محترمه، فرقه منتخب السويس من الفرق الجيده جدا وفي ملعبها، وساعه من بدايه المباراه لتحقيق المكسب. احترمنا فرقه السويس، قابلناها باسلوب يتناسب من هدفنا للنتيجه اللي احنا عايزينها، وتحقق الكلام ده من خلال الاداء والنتيجه برغم ضياع الفرص الكثيره السهله، لكن احنا بنقول الحمد لله على الاداء والنتيجه. والله اداء اللعيبه انا راضي عليه، لكن في عدم توفيق، يعني اخر 3 مباريات باستثناء ماتش كهرباء طلخه في عدم توفيق غريب، وانت حضرتك شفت المباراه. طبعا انا مش عايز اتكلم على التحكيم واعلق على شماعه التحكيم، لكن في جون جه لينا اللايز مان رفع اوف سايد، انا دخلت بين الشوطين اتفرجت في كاميرات المراقبه، الجون سليم 100%، بل بالعكس جاي في ايد المدافع كمان، يعني ضربه جزاء واحنا جبناها جون. اعتقد ان الشرقيه هو اخذ اللي هو عايزه من المباراه. الشرقيه كان اعتقد طموحه ان هو ياخد نقطه، لكن فجاه لقى نفسه بيجيب جون بدري قدر يحافظ عليه. السويس اداؤه ما كانش كويس، في حاجات كتيره لازم السويس في الفتره اللي جايه يراعيها في الاداء الفني نفسه للفرقه. انا ما عجبنيش النهارده حاله الانفلات وحاله العصبيه وحاله اللوم اللي موجوده على الحكم، لان انت في حاجات اولى لازم تحطها على قمه اولوياتك اللي انت تصلحها في الفتره اللي جايه. حتى انا اتفرجت كان على ماتش كهرباء طلقه والفرقه كسبانه 5-1، انا كنت شايف لا لازم يبقى في اعاده تنظيم لحاجات كتيره قوي. انتهت مباراه اليوم بين نادي منتخب السويس والشرقيه بفوز نادي الشرقيه بهدف بدون رد. كان معكم حسن سلم، برنامج كل بلدنا، قناه القاهره، التلفزيون المصري. طيب كلمتكم عن اللقطه قبل الخروج للفاصل وانا بتكلم مع الاستاذ كمال والكابتن عبد اللطيف امام، ولكن خلينا اقول لكم ان مراسلنا في الملعب اكد ان هدف السويس الملغي هو هدفا صحيحا. وبيقول لي ان هو كان مركز مع هذا الهدف عشان ندي كل واحد حقه ونقف على مسافه واحده من الجميع. الاخطاء التحكيميه جزء من الاثاره والمتعه، وهذا لا يقلل من فوز الشرقيه، ولكن هو هدف صحيح. وهيكون معانا مش عارف، انا طلبت من حسن انه يبعته حتى لو ما لحقناش النهارده، هيبقى معانا الحلقه الجايه. دي اللقطات اللي حصل فيها المناقشه مع الحكم والاعتراض من مجلس الاداره على حكم المباراه، وتدخل الامن بسبب الهدف الملغي اللي انا كلمتكم عليه. أسامة الموشى صديقنا العزيز عضو مجلس الإدارة، وكان محقا ولكن ليس بهذا الأسلوب يكون الاعتراض يا أستاذ أسامة. وإن كنت أنت في سباق الصدارة يعني لابد أن يكون هناك تركيز من الحكام يا كابتن عصام أكتر من كده. هذا الموسم الناس تشكي أمر الشكوى من الحكام، بخلاف الموسم الماضي كان حكامك يقظين جدا في دوري الممتاز به، ولكن هذا الموسم بصراحة الشكوى كثيرة وكثيرة جدا.